سعيد جدا أنني نحضر في هذا الفضاء اللي هو في نفس الوقت مقهى للترفيه، وفي نفس الوقت عاوتاني جلسة ممتعة تنصنتوا فيها الجمال، تنصنتوا فيها الفكر، تنصنتوا فيها الإبداع. مدة هذه ما شفنا هاد الأنشطة تدار في مقاهي ثقافية، ولو أن التقليد هذا راه ماشي جديد في المغرب، راه قديم، ولكن قاطعت الصلة معه. وأنا سعيد جدا أنني جيت، ومن أجل الشعر بالخصوص. وتنعرفوا كاين واحد المفارقة غريبة جدا، وهو أن الوجود الإنساني كله مبني على الشعر، لأن بالشعر هو تعبير تراجيدي على المأساة ديال الكينونة الإنسانية، في علاقتها بالموت، في علاقتها بالقدر، في علاقتها بالغموض، في علاقتها بالعمر الذي يتقدم ولا يرتد إلى الوراء. فالشعر هو تعبير انفلاتي على هذه التجربة الإنسانية اللي هي تجربة مأساوية، ولكن الشعر يحاول أن يجعل من هذه المأساة شكلا جماليا يتعالى فيه الإنسان على الموت، يتعالى فيه على شروطه البيولوجية الطبيعية الاجتماعية والتاريخية كذلك، ويثبت أن للإنسان مجدا رغم أنه عابر، ولكن أثره يظل مع ذلك خالدا بفضل هذا الأثر الجمالي الذي نسميه الشعر. وإلا كيف يمكن أن نفسر أن معظم الحضارات الإنسانية عرفت بشعرائها، هوميروس مثلا، المتنبي، فيرجيل إلى آخره، أكثر ما عرفت برجالات سياساتها إلى آخره. فالشعر ليس مجرد طرف، ليس مجرد نزوة، ليس مجرد ارتخاء لغوي، بل الشعر هو تجدير للإنسان في الحقيقة التي يعيشها، ويدرك محدوديتها، ولكنه يترك شيئا خالدا جدا، بمعنى أنه هو كشاعر كذات إنسانية عابر، ولكن ما يتركه يظل خالدا، ولذلك يحتفل به الناس كما كانت القبائل قديما تحتفل بنبوغ شاعر أو مولد فارس إلى آخره. فلذلك نحن الآن نلتقي من مناطق من المغرب في هذه المنطقة من لوسيوم في الرباط، من أجل الاحتفاء والاستماع والاستمتاع كذلك إلى ما نسميه الآن بالشعر، الذي رغم كل ما يقال وكل ما قيل سيظل الشعر دائما حاضرا، وسيظل الإنسان مهما أنكر ذلك سيظل يعترف بأن للشعر حضورا وللشعر سطوة لا يمكن إنكارها ولا يمكن إغفالها نهائيا. مشارك في هذه الأمسية اللي كتحييها وكتنظمها جمعية بيت المبدع الدولية. المشاركة ديالها تكون مشاركة شعرية بطبيعة الحال، والشعر اللي كنكتبوا الآن اللي هو قصيدة النصر تنتمنى إن شاء الله تنول الإعجاب والاستحسان ديال الجمهور الكريم، استحسانكم جميعا. وهذه ماشي أول مشاركة ديالي مع بيت المبدع، كانت عندي مشاركات سابقة في سنوات سابقة. القصائد اللي نقترحها لكم هي قصائد حول الحياة، حول الأمال، حول الحب، حول التفاؤل، إن شاء الله نال الاستحسان ديالكم. شكرا لبيت المبدع على هذه الاستضافة الجميلة. الأمسية إن شاء الله سنحيي الشعر، وسنفتح حوار مفتوح مع المتلقيين محبي الشعر إن شاء الله. لا، بالنسبة للطبيعة ديال الكتابة ديالك الشعرية، لدي عندي 5 إصدارات شعرية. أصمت ليصل الغياب، وحدث في مثل الغيم مجامع شعرية، أيضا ظلها أركان مجموعة شعرية، وفي الزجل أيضا أكتب في الزجل لدي إصدار بروتوكول هو ديوان زجلي آخر الإصدارات الشعرية. وتمنينا الإعجاب متلقي الشعر، هذه النخبة من المتلقيين، لأن دائما يقولوا بأن جمهور الشعر هو جمهور الأقلية، لذلك كنتمنوا يطيب لمسامعهم الشعر إن شاء الله. أشكر الحضور النوعي الكريم، وأعطي الكلمة لكاتب العام لجمعية بيت المبدع الدولي
القاس كريم القيشوري ليتفضل بكلمة البيت. شكرا. سعداء جدا بهذا اللقاء الذي يجمع ثلة من الوجوه الإبداعية من مختلف الأجناس الأدبية. شكرا لفضاء مقهى الجمعة على هذه الفرصة المتاحة. مشكورين من على مستوى تدبير شؤون هذا الفضاء أو على مستوى الاستخدام بها. كلمة بيت بديع تقول: من رحم الحلم خرجت فكرة تأسيس جمعية بيت المبدع الدولية، بيت لا تحد جدرانه بالحيطان بل تبنى بالكلمة والفكرة واللون والنغم والركن. بيت يسكنه الشغف وتؤكده أرواح المبدعين والمبدعات الذين آمنوا بأن الثقافة ليست ترفا بل جوهرا ولب الوجود الإنساني وذاكرة النور في زمن الظلال. منذ خطواته الأولى اختارت الجمعية أن تشق طريقها بين الحلم والعمل، تؤمن أن الإبداع لا وطن له وأن المبدع كالنهر يفيض لينعش الضفاف البعيد. ولها وقع في الساحة الثقافية المغربية. كنت سأبدأ بالشاعر أمال الرحماوي، ولكن نزولا عند رغبتها سأبدأ بالشاعر عبد الحميد شوقي. سنستمع إليهم ثم سنفتح معهم حوارا يدخلنا إلى عوالمهم الخفية. أمر على دمي بلد يسح، صنوبر يختال في لغتي، وأشجار من الوجدان تكبر تحت نافذتي. هنا خبز كفيف لم يجد عكازة للمشي نحو مدينتي، وهناك أقرب من يدي أفق كسيح لم يجد قمرا ليركض، حيث لا تخشى الفراشات انعطاف الغيم فوق سنابل اليوم البهيج. ذات مرة غرني الشعر فاعتقدت أنني تعلمت من الحياة، فكتبت دروسا في الحياة، وبعد ذلك بعدما كتبتها عدت إلى رشد اللغة وعرفت بأنني ما تعلمت ولا هم يحزنون. درس في الرسم. رسمت وردة لونتها بالزهري الفاتح، وضعتها في الدرج كبرت، فتحت الدرج عضتني، هي مثلي تخاف الحياة. مسحت اللون أسقطت الورق، عطبت الشدى بكى المحو، هو مثلي يخاف الغياب. مزاجية هي مزاجية وسيئة الظن بعناوين الحب الصباحية. زقزقة العصافير قرب واد دماء تعني أنني لم أتعلم بعد كيف أغني لحنها المفضل، وأني تكاسلت عن الحضور لأن شيئا ما في القصيدة معطل ونافر عن القافية، أو أني أنا النائم عكس عيونها العسلية. مزاجية وحرة الأشكال، تارة تميل إلى الأخضر كي يقول المؤرخ كان حبها قرطاجية، وتارة
تلبس الأصفر الخفيف كي يقول البستاني هي وحدها تكفي كي يدل الربيع على الربيع.